السلام عليكم. بعد ما عرفنا ازاي نفرق بين الباص سيلز والار بي سيز في الجزء اللي فات. طيب الجزء ده هنعرف نفرق بين بعض الكريستالز اللي هي بتتشابه مع بعضها. عندنا طبعا النقطة الأولى في الميكروسكوب اكزامينيشن قلنا البص والار بي سيز والابيثيليال سيلز زي ما قلناهم في الأجزاء السابقة. الابيثيليال سيلز هي دي خلايا هلامية الشكل كده ملهاش أشكال محددة، دي عبارة عن أجزاء من النسيج الخارجي لجسمنا، جسمنا كله مبطن بخلايا. الخلايا دي أنواع، في منها خلايا بأسماء مختلفة كتير، سكويموس. سكويموس غالبا بتبقى معظم الخلايا اللي موطنة للأغشية من الفتحات الخارجية للجسم، غالبا بتبقى سكويموس ابيثيليال سيل، شكل معين كده من خلايا بتكون مبطنة، خلايا طلائية مبطنة اسمها خلايا بشرية ابيثيليال سيلز. دي بتكون في الفيميل موجودة بنسبة +1 موجب 1، مفيش منها مشكلة. 2 برضه مفيش منها مشكلة. لما بتبتدي تزيد كتير معناه إن في انفلاميشن في المجرى البولي، فالخلايا بتتكسر أو بتنزل بكميات كبيرة. ده بيكون دليل مع الفيميل. برضو الميل مش موجود خالص في الميل، لكن لو تواجدت بنسبة +1 برضو ما بيكونش منها مشكلة. كل ما تزيد قوي معناه ان في غالبا انفلاميشن في خلايا، في التهابات في المجرى البولي. ده الابيثيلي. نيجي بقى للكريستالز اللي احنا محتاجين نتكلم عنها برضو بقدر من التفصيل ونفرق بين حاجتين مهمين. الكريستالات اللي بتتواجد في البول بنقسمها لنوعين او لجزئين. في كريستالات بتتواجد في الوسط الاسيديك، واحنا عرفنا في الفيزيكال اكزامينيشن او في البي اتش اللي بيتعامل مع شريط الكيميكال بايوكيميكال ان البي اتش بتاع اليورين بيكون اسيديك. بي اتش اليورين بيكون اسيديك اقل من 7، فيما فوق 7 بيكون القلين، فالبي اتش بتاع اليورين النورمال الطبيعي يكون اسيديك. ففي مجموعه كريستالات اللي هي املاح بتترسب وتتكون نتيجه مثلا بعض الاطعمه اللي بناكلها، بعض الادويه. فهذه الكريستالات، هذه الأملاح، في بعضها بيترسب ويظهر ويتكون في الوسط الحامضي الأسيديك، وبعضها ما ينفعش يتكون غير في الوسط الألقلي، فالحمض يكسره. ونفس الكلام العكس، اللي بيتكون في الأسيديك ما يقدرش يتكون في الألقلاي. طب إيه هي الحاجات اللي بتتكون في الأسيديك؟ وهنشوف الصور مع بعض برضو. اللي بيتكون في الأسيديك زي اليوريك أسيد، اللي هو في الغالب لما يكون موجود في الدم بنقول عليه النقرس، اللي هو داء الملوك. اليوريك اسيد ده بيظهر بشكل عامل زي ما انتم شايفينه في الصوره كده، لما بيتكون على بعضه ممكن يعمل زي مثلثين ماسكين في بعض، او ممكن لو اتعمل على بعضه اتكون على بعضه كده اترسب على بعضه بيعمل شكل الورده. ده اليوريك اسيد، لونه بيكون لونه مائل اللي هو لونه البني شويه، وبيظهر في الوسط الاسيديك زي الصوره كده. تاني حاجه بيظهر في الوسط الاسيديك في الكالسيوم اوكزالات. الكالسيوم اوكزالات اللي هي املاح الكالسيوم، اوكزالات الكالسيوم، برضه بيظهر في الوسط الاسيديك الى حد ما. ممكن لو الوسط الى حد ما نيوترال متعادل يكون موجود برضه فيه، مفيش منه مشكله. والنوع الثالث الاهم، 3 انواع، اللي هو النوع الثالث في الاسيديك الامورفاس يوريت. الامورفاس يوريت الكالسيوم اوكزاليت ده منه 3 اشكال عشان برضو ما نسيبش شكله زي ما هتشوفوا في الصوره. الكالسيوم اوكزاليت منه 3 اشكال. في شكل اسمه المونوهيدريت. المونوهيدريت ده عباره عن دايرتين في بعض كده، مونوهيدريت، مونو يعني ثنائي، مونوهيدريت. الشكل الثاني منه اسمه الدمبل شيب. الدمبل شيب عامل زي الدمبل، او اللي هي بتاعه الحديد، اللي هي اللي بنشيلها الحديد، الناس اللي تلعب رياضه اسمها دمبل. الدمبل عامله زي العظمه برضو، لها اسم التاني عظم، شكل البون، شكل العظمه كده. الشكل التالت بنقول عليه شكل الظرف. شكل الظرف عامل زي الظرف كده، 3 اشكال هيبانوا في الصور. ده الكالسيوم اوكساليت بيظهر في الوسط الاسيدي. الملح التالت من المهم اللي ممكن بيتشاف كتير في المعمل اللي هو الامورفاس يوريت. الامورفاس منه نوعين، في منه امورفاس يوريت ده بيظهر في الوسط الاسيديك، وفي امورفاس فوسفيت بيظهر في الوسط الالقلين. وهنفرق بينهم لان هما الاثنين دول لهم تفرقه برضه في الكريستالز. لان اليوريك اسيد شكله واضح مفيش منه اي مشكله، الكالسيوم اوكساليت ب3 اشكال بتوعه برضه واضحين جدا مفيش منهم اي مشكله. الامورفاس يوريت او الامورفاس فوسفيت تحت الميكروسكوب الاثنين عاملين زي النقط كده، زي الرمل، او زي الرمل كده، شويه نقط تحت الميكروسكوب كده متجمعين زي ما ظاهرين في الصوره، فبالتالي قريبين من بعض في المظهر، ولكن في شويه فروقات هنفرق بينهم بعد ما نخلص بقيه الاملاح. دول 3: يوريك اسيد، امورفاس يوريت اسيد في الاسيديك، والكالسيوم اوكساليت في الاسيديك. طيب الالقلين بيظهر في ايه؟ برضه بنتكلم في حاجات كتير، في انواع كتير متنوعه، ولكن بنتكلم على الاشهر. الالقلين بيظهر في تريبل فوسفيت. التريبل فوسفيت عامل زي التابوت كده، تريبل فوسفيت بيظهر في الوسط الالقلي. او الامورفاس فوسفيت زي ما قلنا من شويه ده برضه بيظهر في الالقلي. في انواع كتيره جدا بتظهر، لكن مش بنتكلم عنها لان هي نادره، زي مثلا التيروزين، زي برضه في الكريستالات اللي هي السيستاين. دي كلها كريستالات ممكن تظهر بشكل ابنورمال، لكن دي غالبا الحاجات اللي احنا قلناها دي بتظهر بشكل نورمال موجوده في البول، سواء في الوسط الاسيديك او الالقلي.
طيب بالنسبه للكريستالز اشكالها زي ما احنا شفنا واضحه وشفناها. عندي بقى النوعين محتاج افرق بينهم ليه؟ لو احنا فاكرين لما كنا بنتكلم عن الامورفس قلنا ان هما الاتنين قريبين من بعض في المكونات، شكلهم عامل زي الرمل كده. طيب عايز افرق بينهم الاتنين. عندي الامورفس يوريت اللي هو في الاسيدك بيذوب بالتسخين. يعني ايه بيذوب بالتسخين؟ يعني لو انا عندي العينه مترسب فيها في القاعه الانبوبه مجموعه شكل كده، مجموعه راسب عباره عن راسب امورفس يوريت، شفته تحت الميكروسكوب عباره عن عامل زي الرمل كده. طيب انا عايز اعرف لو انا شاكك، يعني هو طبعا اول جزء فيه بيبين لي ان اللون بتاع الراسب في الامورفس يوريت بيكون لونه بينك، ده اول حاجه. انما الامورفس فوسفيت اللي هو في الالكالين، طبعا لو انا عامل بي اتش على الشريط هيبقى واضح برضه، هيبقى واضح ان البي اتش هنا اسيدك، فده هقول ان ده امورفس يوريت، والتاني هيكون الكالين فاقول ان هو امورفس فوسفيت. بس برضه احيانا بنحتاج زياده عمليه او حاجه ادق ان انا اتاكد ان الاثنين، لان ممكن يكون الوسط على الشريط مش دقيق. احيانا ممكن يكون المريض لسه بادئ ياخد ادويه فغيرت لي الوسط من الكالين لاسيدك، ولكن شكل الكريستال هو امورفس فوسفيت، مع ان الوسط بادئ يبقى نيوترال يعني هو بياخد علاج، فالمفروض العلاج بادئ يتحول الوسط. ما هو العلاج هو عباره عن دوره ايه؟ ان هو يغير وسط البول فيكسر لي البول الموجود فيه. يعني لو انا عندي كريستال امورفس فوسفيت بيتكون في الالكالاين، فالطبيب بيدي علاج، العلاج ده بيكون عباره عن حاجه حمض بتحول اليورين من الكالاين لاسيدك، فبالتالي الامورفس فوسفيت هيتكسر بشكل طبيعي. نفس الكلام العكس، لو انا بقى عندي كريستال مثلا زي اليوريك اسيد، ده بيتكون في اسيدك، فالطبيب بيديني دواء بيخليني اغير الوسط بتاع البول من اسيدك لالكالاين، يبتدي الكريستالات دي تتكسر. فهي الفكره انه ممكن بادئ ياخد علاج فبقى نيوترال، فانا الوسط مش مديني حاجه يشككني هو امورفس فوسفيت ولا امورفس يوريت. فبعمل ايه بجانب اللون؟ ان الامورفس يوريت اللي هو في الاسيدك لونه بينك، والامورفس فوسفيت اللي هو في الالكالاين بيكون لونه ابيض. دي اول حاجه، هيكون في مقارنه برضو قدامنا واضحه في الصوره. الامورفس يوريت بتاع الاسيدك بيذوب بالتسخين. يعني لو انا حطيت العينه غليت شويه الراسب دول باللهب، الراسب ده هيختفي، فبالتالي اللي بيختفي هو امورفس يوريت. طب الامورفس فوسفيت لا، الامورفس فوسفيت العكس، بيظهر ويترسب بالتسخين. يعني هو ايه؟ يعني لو سخنت عينه زي ما كنا بنعمل في البروتين في الاجلوتينيشن بتاع اختبار البروتين، اختبار التاكيد للبروتين في البيوكيميكال في الكيميكال اكزامينيشن، كنا بنعمل ايه؟ بنجيب شويه بول ونغليهم، يحصل ايه؟ يتكون راسب ابيض عامل زي بياض او الزلال او بياض البيض. طب انا دلوقتي عندي برضو الامورفس فوسفيت بيظهر بالتسخين وبيعمل نفس الراسب الابيض اللي هو عامل زي الزلال. طب افرق بينهم ازاي؟ انا عندي الامورفس فوسفيت لو سخنت عينه اليورين وتجلط، عندي حاجه من اتنين، اما يكون بروتين زي ما قلنا في الكيميكال، او يكون امورفس فوسفيت. اعرف ازاي افرق بينهم؟ هحط نقطه من حمض الخليج زي ما عملنا في الفرق بين الاربسيز والباس من شويه في الجزء الاولاني. طيب ايه اللي هيحصل؟ ما هو امورفس فوسفيت لو هو ده الراسب اللي اتكون بالتسخين ده امورفس فوسفيت، وارد يكون امورفس فوسفيت عشان هو بيترسب ويظهر بالتسخين، وارد يكون بروتين. طيب انا عايز اعرف هو بروتين ولا امورفس فوسفيت. احنا قلنا لو هو امورفس فوسفيت يبقى اذا المفروض ان بيعيش في الوسط الالكالاين القاعدي، هقوم حاطط عليه نقطه من حمض الخليج، يحصل ايه؟ لو هو امورفس فوسفيت هيقوم متكسر وبيختفي. ليه؟ لان هو امورفس فوسفيت بيعيش في الوسط الالكالين، حطيت عليه حمض هيكسره. طب هو لو بروتين هيفضل الراسب زي ما هو كتله متجلطه كده عامله زي الزلال زي بياض البيض، ظاهره زي ما هي مش هتختفي. ساعتها اقول ان لا ده بروتين، ده مش امورفس فوسفيت. طيب نرجع تاني للفرق بين الامورفس يوريت وامورفس فوسفيت. كان مهم جدا ان انا لما اجي عند الامورفس فوسفيت واقول ان هو بيظهر بالتسخين، اذكر ان هو زيه زي فكره البول، بنفس البروتين قصدي، بنفس الفكره ان الاثنين بيظهروا بالتسخين. ولكن الامورفس فوسفيت لو حطيت نقطه من حمض، الحمض هيكسره، يبقى اذا ده فعلا امورفس فوسفيت. لكن لو هو بروتين مش هيختفي بالاسيدك، هيفضل موجود بعد ما سخن. طيب نرجع للامورفس فوسفيت والامورفس يوريت ونقول ان ده كان الراسب بتاعه لونه بينك الامورفس يوريت، الامورفس فوسفيت راسب لونه ابيض. الامورفس يوريت بيذوب بالتسخين، انما الامورفس فوسفيت بيترسب ويظهر بالتسخين. انا قلت دلوقتي ان الامورفس يوريت بيعيش في وسط حامضي، فبالتالي لا يذوب باضافه حمض، انما الامورفس فوسفيت بما انه بيعيش في وسط قاعدي يذوب باضافه حمض. البي اتش بتاع الامورفس يوريت بيكون بي اتش حامضي، والبي اتش بتاع الامورفس فوسفيت بيكون قلوي. يبقى دي اربع حاجات بيفرقوا بينهم، ان الامورفس يوريت يذوب بالتسخين، الفوسفيت يترسب بالتسخين، اللون بتاع الراسب امورفس يوريت بينك، والراسب الامورفس فوسفيت ابيض، وبرضه الامورفس يوريت
لا يذوب بالحمض بإضافة حمض لأن الوسط بتاعه حامضي، والأمورفوس فوسفات يذوب بإضافة حمض لأن الوسط اللي بيعيش فيه بيكون الكلاين. يبقى احنا كده في الجزء الثاني اتكلمنا عن ابيثيليال سيلز، ولكن ركزنا اكتر على الكريستالز بانواعها، واللي نفرق ازاي بين الامورفوس سوليت والامورفوس فوسفيت، زي ما في الجزء الاولاني عرفنا نفرق ازاي بين الار بي سيز والباسل. كل ده كان في الفحص الميكروسكوبي، الميكروسكوبيك اكزامينيشن. هيتبقى عندنا بعد البص والار بي سيز والابيثيليالز والكريستالز ان انا هتكلم زي ما قلنا في الجزء الاولاني. كنا اتكلمنا في الجزء الكبير اللي اتكلمنا عن فحص الثلاث انواع الكيميكال والفيزيكال والميكروسكوبيك، اتكلمنا عن الكاست، فبالتالي مش هيبقى في داعي ان احنا نذكر منها كتير المره دي. اللي هيبقى محتاج يسمعها ويركز فيها يسمعه في الجزء الكبير اللي هو الفيديو اللي كان 40 دقيقه تقريبا في كل اشكال الكاست. وقلنا ان هي عباره عن خلايا اسطوانيه بتاخد شكل الانابيب الكلويه، التوبيولز بتاعت الكلى عباره عن توبيولز انابيب ونفرونز ومرشحات زي مرشح الجلوميرولوس، اشهر المرشحات اللي بترشح الدم وتفلتره. فالاسطوانات دي عباره عن ايه؟ عباره عن ان الخلايا وهي نازله عشان تنزل في البول بتمر بالانابيب الكلويه، فلو في خلايا معينه وهتترسب على جدار الانابيب بتترسب بشكل الانبوبه بشكل الاسطوانه، وبالتالي بنقول عليها كاست. في منها انواع هايلاين كاست. قلنا الهايلاين بيظهر بشكل طبيعي في الاشخاص الطبيعيين، مش محتاج مرض، بيكون شكله شفاف، مفيش فيه حبيبات، ممكن يظهر مع الشخص بيعمل مور اكسرسايز، بيلعب رياضه شويه بيعمل مجهود فممكن يظهر. الباقيين كلهم بيظهروا في امراض الكلى زي الجرانيولار كاست، بيكون لونها بني شويه، بتكون محببه من اسمها جرانيولار، بيكون طرفها السفلي او لها طرف مقفول وطرف مفتوح، كل ده باين في الصور جرانيولار كاست. في بقى انواع اخرى ان في واكسي كاست، في فاتي كاست، واحد عنده كميه دهون جسم كتير جدا. طبعا الجرانيولار دي بتظهر في الكدني فيلير، في حالات الفشل الكلوي وامراض الجليميرولايتس، التهاب الجليميرولاي او التهاب النفروتيك سندروم، او غالبا بتكون في الكرونيك كدني ديزيز، امراض الكلى المزمنه للاسف يعني، لا قدر الله، ربنا يشفي الجميع ويحفظ الجميع. الفاتي كاست. الار بي سيس كاست عباره عن كاست خلايا اسطوانيه كده، بيكون في كرات دم حمراء موجوده في الداخل نتيجه ان في جروح هيماتوريا، بيكون في دم في البول، وبيكون في ار بي سيز نازله نتيجه مثلا ستونز، زي ما قلنا برضو ان الار بي سيز بتظهر نتيجه يكون في حصوات، يكون في دم، والباس سيلز نتيجه وجود بكتيريا. نفس الكلام بتترسب في الانابيب الكلويه الار بي سيز تعمل حاجه اسمها ار بي سيز كاست. برضو الوايت بلاد سيلز اللي هي الباس سيلز الخلايا الصديديه بتترسب في التبيولز وتنزل في البول على شكل حاجه اسمها وايت بلاد سيلز كاست. دي الكاستات. الجزء الاخير اللي كنا برضو اتكلمنا عنه في الازر، قلنا في الازر بيظهر بكتيريا. البكتيريا كان مرتبطه في الكيميكال اكزامينيشن بالنيترايت. نقدر نرجع برضو للفيديو ال 40 دقيقه، هيكون في تفاصيل النيترايت ازاي بنكتشفه، ان هو عباره عن نترات اتحولت الى نيترايت. قلنا في الازر ممكن نشوف سبيرم واتكلمنا عنه، قلنا ممكن نشوف فطريات فنجاي كانديدا البيكانز، زي ما هتشوف كل الحاجات دي في الصور برضو للتذكره مره اخرى. وممكن تلاقي فيه ارتفاكتس شوائب، مثلا تلاقي اير دروبلتس حبيبات فقاقيع هواء، تلاقي بابلز كده، مثلا لو انا لابس جلافز لاتكس بينزل حبيبات. ممكن لو انا ايدي مسكت الشريحه قبل ما احط عليها اليورين ممكن يعمل زي بقى جسمنا عليه شويه زيوت كده اويل، ممكن تظهر على شكل دوائر كده زيتيه. دي كلها اسمها ارتفاكت. المهم في الازر ان انا ممكن اشوف بكتيريا والسبيرم، ممكن اشوف كانديدا. دي كان المجمل بتاعنا. اتكلمنا في الجزئين اللي هو اللي فات والجزء الاولاني الجزء الثاني عن الجزء الفحص الميكروسكوبي، وده اللي كنا عايزين نركز فيه بشكل تفصيلي اكتر عشان نعرف نفرق بين الار بي سيز والبص، وعرفنا من اضافه حمض. والجزء الثاني اتكلمنا اكتر عن الكريستالز وازاي نفرق بين الامورفاس يوريت والامورفاس فوسفيت، وباقي الكريستالات باشكالها اللي هتنزل زي ما تشوفوها في الصور كده بالتحديد. وبعدين بقيه الفحص اللي هو بقى الفنجاي. ممكن نشوف اوفا طبعا. مثلا الاوفا اللي ممكن نشوفها في اليورين، ممكن نشوف مثلا الشيستوزوما هيماتوبيوم اللي هي الشوكه بتاعتها بتكون طرفيه. وممكن اشوف برضو مثلا نشوف الاوكزيورس اللي هي الديدان الدبوسيه. وممكن نشوف برضو في الفيميل خاصه في اوفا ممكن اسمها ترايكوموناس فاجيناليس، غالبا بتكون عند الفيميلز السيدات. ممكن برضو نشوف في الأزر أو في البول، كتب كل ده في الميكروسكوب اكزامينيشن، حاجة اسمها ميوسينس ستريدز أو ميوكس. بيكون في مخاط، بعض المخاط بيتواجد في عينات اليورين، بيكون برضو دلالة على وجود التهابات في المجرى البولي سواء في الميل أو في الفيميل. بيتكتب في الأزر برضو، أو لو له مثلا ايتم في التقرير اسمه ميوكس أو ميوسينس ستريدز، خيوط ميوسينية عبارة عن مخاط، حاجة لزجة كده بنشوفها تحت الميكروسكوب. ممكن نشوفها في الصورة برضو زي ما شايفينها كده، بتكون عبارة عن خلايا، يعني ايه، عبارة عن خيوط كده، خيوط مخاطية شفافة كده متشابكة مع بعضها عاملة زي شبكة كده.
ده في الغالب كل الفحص الميكروسكوبي اللي اتكلمنا عنه في البارت 1 وبارت 2. اتكلمنا عنه في البارت 1 عن الار بي سيز والباس سيلز والفرق بينهم ازاي. في البارت 2 اتكلمنا عن الكيبيثيليال وعن الكريستالز، وازاي الفرق بين الامورفاس سوريت والامورفاس فوسفيت، وعلاقه الامورفاس فوسفيت بالبروتين لان الاثنين بيظهروا بالتسخين، وازاي نفرق بينهم باضافه الحمض. واتكلمنا بقى عن الكاستات بشكل سريع، وعن الارتفاكت، وعن البكتيريا والسبيرم والكانديدا اللي هي الفطريات الفنجاي، وعن بعض الاوفا اللي ممكن نشوفها. وبالتوفيق ان شاء الله.